بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم مع حل كتاب اللغة العربية. نأتي إلى صفحات 23 و 24 بتتكلم عن الفعل اللازم والفعل المتعدي. لو قرأنا هنا: اتسمت شخصية المنسي بالجدية، نال المنسي درجة الماجستير في العلوم العسكرية، تصدى المنسي للعدو بكل شجاعة، خاض القائد مع جنوده بطولات عظيمة، ضحى الجندي بروحه من أجل وطنه، يصون الأبطال تراب وطنهم. لو شفنا هنا: اتسمت شخصيته، اتسمت فعل وشخصية فاعل، وشخصية المنسي طبعا مضاف إليه. تصدى المنسي، تصدى فعل والمنسي فاعل. ضحى الجندي بروحه، فعل وفاعل، اكتفت بالفاعل، فهي إذن أفعال لازمة. أما لو قلنا نال المنسي درجة، نال فعل ماضي والمنسي فاعل ودرجة مفعول به، يبقى احتاجت إلى مفعول به، فهي فعل متعدي. يبقى إذن الفعل المتعدي والفعل اللازم: الفعل اللازم هو الذي يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى مفعول به، أما الفعل المتعدي هو الذي لا يكتفي بفاعله بل يحتاج إلى مفعول به. لو قلت مثلا جلس الطالب، المعنى تم بوجود الفاعل. لو قلت كده جلس الطالب، المعنى تم بوجود مين؟ بوجود الفاعل، لا يحتاج إلى مفعول به. لو قلت هنا قرأ الطالب الدرس، لو قلت قرأ الطالب يبقى هنا لم يكتمل المعنى، لازم لها من مفعول به. يبقى قرأ الطالب الدرس، يبقى الدرس مفعول به، إذن فهو فعل متعدي. طيب ازاي بقى انا افرق بينهم بسهولة؟ اسأل سؤال اللي هو ماذا بعد الفعل والفاعل. لو قلت مثلا قلت قرأ الطالب، قلت ماذا تبقى اقول الدرس، اذن فهو فعل متعد. لو قلت جلس الطالب وقلت ماذا، طبعا هنا الإجابة ماذا جلس، طبعا ما تنفعش تبقى، إذن فهو فعل لازم. الخلاصة إن لو الفعل مع فاعله جملة مفهومة يبقى ده فعل لازم. لو الفعل زائد الفاعل بيساوي جملة مفيدة فهو فعل لازم. لو محتاج مفعول به علشان يكمل المعنى فهو فعل متعد، هو الفعل فعل متعد. طبعا في أفعال لازمة، أفعال لازمة زي جلس، زي نام، زي ذهب، زي عاد، زي وقف، زي سافر. أفعال متعدية زي كتب، زي شرب، زي أكل، زي حفظ، زي أعطى. أفعال متعدية. نأتي بعد ذلك إلى نشاط رقم 1. بيقول لك هنا: ضع خطا تحت الأفعال ثم أحدد نوعها. نصل فعل مضارع مرفوع بالضمة. نصل نحن بالاجتهاد جار ومجرور، إذن فهو فعل لازم. نرعى نحن، نرعى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة، والفعل ضمير مستتر تقديره نحن، وشباب مفعول به منصوب. شباب مفعول به منصوب بالفتحة
ونا مضاف إليه. إذن فهو فعل إيه؟ طالما في مفعول به يبقى فعل متعد. تنتج العزيمة ثمار. تنتج فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة الظاهرة، والعزيمة نائب فاعل. العزيمة نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. ثمار مفعول به. ثمار مفعول به. إذن فهو فعل متعد. يبقى نصل بالاجتهاد نحن، تبقى لازم نرعى شبابنا مفعول به. العزيمة ثمار مفعول به. لا يتخلى الصديق عن صديقه. الصديق فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة لا يحتاج إلى مفعول به، تبقى فاعل لازم. أحسن أنت. أحسن أنت فعل أمر إلى الناس جار ومجرور، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، إذن فهو فعل لازم. يتجنب العاقل يتجنب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، العاقل فاعل، مصاحبة مفعول به، إذن فهو فعل متعد. طيب نشاط رقم 2. ضع خطا تحت الجملة المشتملة على فعل لازم. سامح المخطئ. سامح أنت. سامح أنت المخطئ. يبقى سامح فعل أمر، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت، والمخطئ مفعول به. يبقى الجملة دي فيها فعل متعد. طيب تعاهد الأصدقاء على الوفاء. الأصدقاء فاعل، على الوفاء جر ومجرور، دي جملة لازم طبعا لا تحتاج إلى مفعول به. قفز اللاعب. قفز فعل ماضي، واللاعب فاعل من مسافة جر ومجرور، يبقى قفز اللاعب دي لازم. لا تنصت أنت. لا تنصت أنت إلى الكاذبين. لا تنصت إلى الكاذبين. أنت الفعل ضمير مستتر، يبقى إذن فعل إيه؟ فعل لازم. اغتنم أنت. اغتنم حياتك. حياتك مفعول به منصوب بالفتحة، يبقى دي فعل متعد. تؤدي الباحثة دورها. تؤدي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة، والباحثة فاعل، ودورها مفعول به، إذن فهو فعل متعد. ماشي. بعد كده أكمل الشكل. يرتقي الوطن بالشباب. يرتقي الفعل هنا يرتقي. الفعل هنا يرتقي. نوعه من حيث يرتقي فعل مضارع، والوطن فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، يبقى إذن ده فعل إيه؟ لازم. صاحب العزيمة يكرر. صاحب العزيمة. صاحب مبتدأ مرفوع بالضمة، والعزيمة مضاف إليه. يكرر هو. يكرر فعل مضارع، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، يبقى يكرر المحاولة. المحاولة مفعول به، يبقى عندنا الفعل هنا يكرر. يكرر هو المحاولة مفعول به، إذن فهو فعل متعد. فهو فعل إيه؟ فعل متعد. يبقى يكرر هو المحاولة مفعول به. مفعول به، فهو فعل متعد. فهو فعل متعد. تغير أسلوبي. تغير أسلوبي. تغير فعل ماضي، أسلوبي فاعل، يبقى هنا تغير، يبقى إذن ده فعل لازم. نحترم نحن. نحترم فعل مضارع مرفوع، صاحب مفعول به، صاحب الأخلاق مضاف إليه، والحميدة نعت، ودي مضاف إليه، ودي نعت، يبقى هنا الفعل نحترم. نحترم صاحبة، يبقى إذن ده فعل إيه؟ متعد. فعل متعد. نشاط رقم 4. أعبر عن المواقف الآتية مستخدما الفعل اللازم. عدم الرضا. عدم الرضا عن التكبر، يبقى هنقول هنا يسخط الإنسان. يسخط الإنسان عن المتكبر.
عدم سعي الكسول إلى تحقيق هدفه. يفشل الكسول في الوصول إلى هدفه. إحسان الصديق إلى صديقه. يحسن الصديق إلى صديقه. شعور اللاعب بالسعادة. يبتهج اللاعب بعد الفوز. يبتهج اللاعب بعد الفوز. ندم الشباب على إضاعة الوقت. يندم الشاب على إضاعة الوقت. تفوق الرياضي بفضل التدريب المستمر. يتفوق الرياضي بالتدريب المستمر. بعد كده أعبر عن المواقف الآتية مستخدما الفعل المتعدي. قول الحق. أقول هنا يقول الإنسان الحق مفعول به. شكر صاحب الفضل. يشكر الطالب فاعل. صاحب الفضل تبقى صاحب هنا مفعول به. رحمة الضعيف. يرحم القوي الضعيف. ممارسة الرياضة. يمارس الطفل الرياضة المفيدة. يمارس فعل مضارع والطفل فاعل، الرياضة مفعول به والمفيدة نعم. مصاحبة الأخيار. يصادق العاقل الأخيار. تجنب الادعاء. يتجنب الإنسان الأذى. يتجنب الإنسان الادعاء والكذب. الادعاء مفعول به والكذب معطوف عليه. بعد كده ضع علامة صح وعلامة خطأ. التقى الصديقان. التقى فعل ماضي والصديقان فاعل مرفوع بالألف. ده بيقول لك فعل متعدي رفع فاعلا ونصب مفعول به. طبعا الإجابة خاطئة. ده فعل إيه؟ فعل لازم. عاتب صديقك. عاتب أنت. عاتب فعل أمر. صديقك مفعول به. عاتب هنا بقول لك فعل لازم رفع فاعلا وهو صديق. غلط طبعا إن عاتب هنا مفعول به. ده فعل متعد وليس إيه؟ وليس لازم. يصدق الشجاع. الشجاع فاعل مرفوع بالضمة. يصدق فعل مضارع مرفوع بالضمة والشجاع فاعل. يبقى ده فعل لازم ورفع فاعلا فقط. الإجابة صحيحة. بعد كده القواعد الإملائية. بيقول لك هنا أحمد المنسي يتعامل بتواضع مع جنود. نشأ أحمد المنسي في أسرة غرست فيه حب الوطن. تمشي السعاد متواضعة بين الناس. رأس الحقيقة لا يدركه إلا من أعمل عقله. الطلاب يسألون المعلم. طبعا هنا لو بصينا إلى كلمة أحمد وكلمة إسعاد وأعمل، طبعا هنا كلها بدأت بهمزة مفتوحة مرسومة. الهمزة موجودة على مين؟ على الألف. الهمزة موجودة على الألف. أو همزة مكسورة زي كلمة السعاد. يبقى دي همزة مكسورة ودي همزة على الألف. لو مكسورة تحت الألف أو مفتوحة فوق الألف.
أما الكلمات الملونة زي نشأ في آخر الكلمة، رأس في وسط الكلمة، يسألون في وسط الكلمة، رسمت الهمزة في وسط الكلمة لأنها طبعا رأس ما قبلها مفتوح والهمزة ساكنة طبعا وقبلها مفتوح، أو لأنها مفتوحة بعد ساكن زي يسألون. عندنا الهمزة هنا مفتوحة وقبلها ساكن، يبقى تكتب في وسط الكلمة إذا كانت الهمزة ساكنة وقبلها مفتوح، أو كانت الهمزة مفتوحة وقبلها ساكن. أما كلمة نشأ مثلا، نشأ الهمزة مفتوحة وقبلها مفتوح. بعد كده أكمل النشاط التالي. بيقول لك هنا أحمد كتبت، هنا الهمزة كتبت في أول الكلمة على الألف لأنها مفتوحة في أول الكلمة. رأس الهمزة هنا جاءت فوق الألف لأنها ساكنة وقبلها مفتوح. إسعاد في هذه الكلمة الهمزة كتبت في أول الكلمة تحت الألف لأنها مكسورة. يسألون الهمزة هنا جاءت فوق الألف، لا يسأل تبقى لأنها مفتوحة، الهمزة مفتوحة. يسأل وما قبلها ساكن. نشأ كتبت الهمزة في آخر الكلمة على الألف لأنها مفتوحة وما قبلها مفتوح. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة. الرجاء لا تنسوا الاشتراك في قناة اللغة العربية الشاملة أستاذ شعبان أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.